طيب ده كراش كورس مش فيديو. هنتكلم النهارده على موضوع الفايب كودينج ونعرف ازاي فعلا ان احنا نستخدمه. بس قبل ما ندخل في الكلام ده عايزين نعرف اصلا هو ايه موضوع الفايب كودينج. موضوع الفايب كودينج ان انت تبني سوفت وير من غير ما يكون عندك اي خلفيه على موضوع البرمجه، من خلال بس ان انت توصف الحاجه اللي انت عاوزها للاي اي اللي انت هتستخدمه. توصفه بقى باللغه العربيه، توصفه باللغه الانجليزيه، عادي مفيش اي مشكله. الاي اي هو اللي هيبدا يبني الكلام ده ويعمل الديزاين ويعمل اللوجيك ويعمل الداتابيز ويعمل الاوثنتيكيشن ويعمل حاجات كتيره جدا. والموضوع شغال في لوب او في حلقه تكراريه. انت توصف للاي اي الحاجه اللي انت عاوزها، الاي اي بيبدا ان هو يعملها، بترجع ان انت تراجع الكلام اللي الاي اي عمله، بتبدا ان انت تقول له لا عاوزك ان انت تعدل ده، وهكذا. الاي اي يبدا ان هو يعدله، يرجع لك تاني تتاكد، وبعد كده تفضل توصل او تفضل تلف معاه لحد ما توصل للنتيجه فعلا اللي انت عاوزها. هتيجي تقول لي طب ما انا ممكن اعمل الكلام ده باستخدام شات جي بي تي، ان انا اروح اقول له انا عايز اعمل كذا وهيبدا ان هو يعمله. هقول لك لا، مش نفس الكلام. شات جي بي تي انت فعلا لو رحت قلت له انا عايز اعمل اي حاجه هيبدا ان هو يكتب لك كود، والكود هيكون كويس جدا على فكره. بس انت هنا برضو لسه محتاج تظبط حاجات كتيره جدا. محتاج تظبط السيت اب بتاع الاكواد عشان تبدا اصلا ان انت تشغل البرنامج، محتاج تظبط السيرفر، محتاج تظبط الداتابيز، محتاج تظبط الهوستنج ان انت ترفع الابلكيشن بتاعك ده على الانترنت، وكمان محتاج تظبط السكيورتي او الامان الخاص بالابلكيشن. فشات جي بي تي هو بيديك المكونات بتاعه الوصفه، لكن هو ما بيطبخش الوصفه نفسها. ادوات الفايب كودنج بقى هي بتطبخ لك الطبخه كامله. بتقول لها بس انا عاوز اكل ايه، وهي حرفيا بتروح المطبخ تعمل الطبخه وتبدا ان هي تقدمها لك. بس خلي بالك، جمله واحده مش هتخلي الاي اي يطلع لك ابلكيشن مثالي اللي هيكسبك ملايين الدولارات. الكلام ده مش هيحصل. لسه محتاج التوجيه بتاعك، لسه محتاج تقول له عدل ايه وما تعملش ايه. فالمهاره الحقيقيه في ازاي انت بتوصف له اللي انت عاوزه، وكل ما كنت دقيق معاه كل ما النتيجه هتبقى افضل بكتير جدا. وده اصلا اللي هنقضي فيه وقت كبير جدا في الكورس ده. فالفايب كودنج بكل بساطه ان انت بتوصف للاي اي الحاجه اللي انت عاوز تعملها من غير ما يكون عندك اي خبره في البرمجه، من غير ما تكون تقني اصلا، وتبدا ان انت تطلع منه الابلكيشن اللي انت عاوزه. بس خلينا نفهم دلوقتي هي ايه اصلا ادوات الفايب كودنج. في ادوات كتيره جدا لموضوع الفايب كودنج، وكل يوم حرفيا بيظهر اداه جديده بتبني حاجه معينه. فاحنا عندنا 3 انواع عشان تقدر ان انت تطلع ابلكيشن باستخدام الاي اي. اول حاجه عندنا اول ان وان اب بيلدرز. دي بكل بساطه عباره عن ادوات بتبدا ان انت تستخدمها من خلال المتصفح بتاعك، زي بوليت مثلا وليكن، او لافابل، او في ادوات كتيره جدا. انت بتوصف الابلكيشن اللي انت عاوز تعمله، وهم حرفيا بيعملوا لك كل حاجه. بيعملوا لك الفرونت اند اللي هي الواجهه، بيعملوا لك الباك اند اللي هي السيرفرات واللوجيك والكلام ده كله، بيعملوا لك الداتابيز او قاعده البيانات. موضوعها بسيط. كل اللي عليك ان انت لو عندك مثلا منصه والمنصه دي فيها طلاب، فانت محتاج ان انت تسيف التقدم بتاع الطلاب، وتسيف الطلاب اللي عندك، تحفظهم. يعني هتحفظهم ازاي؟ هتحفظهم في قاعده بيانات. وكمان بيعملوا لك الهوستنج اللي هو الاستضافه اللي انت من خلالها تقدر تشغل الابلكيشن ده على الانترنت، واي حد يقدر ان هو يستخدمه. ده كله من غير ما انت تلمس اي اكواد، من غير ما تكون عارف اي حاجه. انت بس بتوصف وهم بيبداوا ان هم يعملوه. ودي بتبقى حاجه سهله جدا، لان هي مش محتاجه منك اي حاجه غير ان انت بس توصف الكلام اللي انت عاوزه او الكلام اللي انت عايز تطلعه. بس برضو انت ما بيكونش عندك التحكم الكامل على الابلكيشن بتاعك. فجي معانا تاني حاجه الا وهي الاي اي كود اديتورز، زي بقى كيرسر، زي كوبايلوت، زي ويند سيرف. وفي ادوات كتيره جدا في موضوع الاي اي اديتورز ده. ايه فكرته؟ ده بيستخدم الكود اديتور بتاعك زي فيجوال ستوديو كود، زي اندرويد ستوديو. الكود اديتور ده بكل بساطه وظيفته ان انت بتكتب عليه الاكواد عشان تقدر ان انت تطلع من خلاله الابلكيشن بتاعك. هنا بيساعدك مع كتابه الاكواد. يعني انت بتبرمج شويه وهو بيبرمج الجزء الثاني، او بيبدا ان هو يساعدك حتى في كتابه الاكواد. بيبدا ان هو يكمل لك السطور اللي انت هتكتبها. وكمان في زي كيرسر مثلا، انت من خلاله تقدر تبني ابلكيشن كامل عادي جدا من غير برضو ما تكتب اكواد. بس برضو هتكون محتاج هنا خلفيه بسيطه بس على موضوع البرمجه، لان انت هتشوف الاكواد، فانت محتاج تتاكد هل الاكواد دي انت فعلا دي اللي انت عاوزها ولا لا. فهي برضو كويسه وبسيطه، وهتديك السماحيه ان انت تتحكم اكتر في الابلكيشن اللي انت عايز تطلعه. ثالث نوع معانا بقى الا وهو الاي اي ايجنتس، اللي هي وكلاء الذكاء الاصطناعي. عامل زي كلود كود، عامل زي كيرسر، عامل زي ريبلت. وفي برضو ادوات كتيره جدا. دي انظمه اي اي بتبدا ان هي تخطط، تكتب الاكواد، تبدا ان هي تعمل ديبلوي. ديبلوي دي معناها ان هي تنشر الابلكيشن بتاعك على الانترنت، اي حد يقدر ان هو يستخدمه من غير ما انت تعمل اي حاجه. برضو انت بس بتقول لها الهدف، ومن خلالها تقدر ان هي تحقق الهدف ده. وده اللي هنتعلمه في الكورس ده، اللي هو موضوع الاي اي ايجنت. ليه؟ لان دي الطريقه المانيوال دي بكل بساطه. لو انت بتسوق عربيه مانيوال وواحد صاحبك عنده عربيه اوتوماتيك، فانت تقدر ان انت تسوق عربيته من غير حرفيا ما تقول له هي العربيه دي بتتساق ازاي. انت بس ممكن تقول له هو ايه حرف الدي ده، هيقول لك حرف الدي ده خليه ان هو يمشي، او العربيه هتمشي يعني. فانت هتسوق من غير ما تتعلم السواقه من الاول. لكن العكس، لو صاحبك بس بيسوق اوتوماتيك وركب عربيتك، مش هيعرف يسوقها، لان هي العربيه هتبقى مانيوال، ففيها حاجات كتيره جدا ومش هيقدر ان هو يطلع بيها على الاقل. المانيوال ان احنا نستخدم الاي اي ايجنت.
الاوتوماتيك اي حاجه انت هتستخدمها غير كده، زي مثلا وليكن لو انت استخدمت بوليت عشان تبدا تبني مواقع، او استخدمت لافابل، او استخدمت اي ادوات من الادوات اللي احنا اتكلمنا عليها، تقدر فعلا تمشي بنفس الطريقه وهتطلع نتيجه افضل بكتير جدا لو كنت متعلم الطريقه المانيوال الاول. هتيجي تقول لي طب كده المانيوال ده الاصعب، هقول لك لا، ده مش الاصعب، ده الطريقه اللي بتديك التحكم الكامل في الحاجه فعلا اللي انت عايز تبنيها. فاللي احنا هنستخدمه في الكراش كورس ده هو كلود كود. عايز اقول لك برضو على حاجه، الكلام اللي انا بعمله في الكورس ده يمشي مع اي حاجه انت تستخدمها، يمشي مع كودكس، يمشي مع انتي جرافيتي، يمشي مع جيميناي سي ال اي، يمشي مع كل حاجه انت ممكن تستخدمها، يمشي حتى مع الادوات الجاهزه اللي انت ممكن تستخدمها زي بوليت ولافابل. زي ما قلت لك احنا مش جايين هنا نتعلم كلود كود، احنا جايين هنا نعرف ازاي نبني ابلكيشن، وهنمشي ب5 خطوات. ال5 خطوات دولت لو مشيت عليهم بالترتيب خلاص انت كده تقدر تطلع اي ابلكيشن زي ما انت عاوز، او حتى على الاقل هتحسن جدا 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 من الطريقه القديمه اللي انت كنت بتستخدمها بعد ما تعرف ايه ال5 خطوات. و5 خطوات سهلين جدا يعني ان شاء الله، ما تقلقش منهم. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه موضوع الفايب كودنج. دلوقتي بكل بساطه احنا اصلا ليه بنبني ابلكيشن او موقع او عايزين نبني اي حاجه؟ لان بكل بساطه انا عندي فكره، فمحتاج ان انا اعرف ايه هي الفكره. فدي اول خطوه اصلا لازم تكون عندك. ما انت مش هتدخل على الاي اي وهو اللي هيجيب لك الفكره وهو اللي هيبدا ان هو يبني لك. تقدر ان انت تخلي الاي اي يعمل برين ستورمنج معاك، اللي هو فكره ان انت تعمل يعني عصف ذهني، اللي هو تفكر معاه يعني عشان تبدا ان انت تجيب منه افكار. ودي طريقه تانية، او ده بعيدا يعني عن موضوع الفايب كودنج. بس اهم حاجه دلوقتي ان انت يكون معاك الفكره، حتى لو الفكره مش واضحه، لان احنا هنوضحها هنا. يعني ايه حتى لو الفكره مش واضحه؟ يعني حتى لو انت مش عارف انت هتبدا ازاي، انت هتعمل ايه الكلام اللي انت هتستخدمه، كل ده ما تقلقش منه. بس اهم حاجه يكون معاك الفكره. معاك الفكره خلاص يا باشا، تقدر ان انت النهارده ان شاء الله تطلع الفكره دي للحقيقه او للواقع. يبقى اول حاجه انا طالبها منك ان انت يكون عندك فكره. بعد كده هندخل على كلود شات. هتلاقي اللي هو claude.ai اللي هو الشات اللي احنا بنستخدمه عادي جدا، وهسيب لك برضو الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن. وهعمل لك كده ملف نوشن يكون فيه كل الخطوات مع كل الروابط اللي احنا بنستخدمها وكل حاجه، يعني ما تقلقش عشان تبقى كل حاجه منظمه. انا هدخل هنا على حرف الاي اللي تحت ده اللي هو الايميل بتاعي، وادوس هنا على كلمه سيتنج، وبعد كده ادوس هنا على كلمه سكيلز اللي هي الاعدادات والمهارات. يعني لو ضغطت هنا على كلمه سكيلز بالشكل ده هتلاقي دي مهارات انا بستخدمها. انت ممكن ما تلاقيش ولا مهاره موجوده عندك، بس ده شيء طبيعي وعادي جدا. بس انا هستخدم مهاره هنا اسمها جريل مي، مش هتلاقيها طبعا موجوده عندك، بس انت هتدخل على اللينك ده وهسيب لك كل حاجه ما تقلقش، وتدوس هنا على كلمه داونلود زي اي بي فايل. فلو ضغطت عليه هحمله في اي حته، فدوس هنا على كلمه سيف، وبعد ما حملته هيظهر معايا بالشكل ده. هتدوس هنا كليك يمين، وبعد كده على الوينر ده تعمل هنا كلمه اكستراكت هير او استخرج هنا، يعني اللي هو تستخرجه. فهيظهر لك هنا، فممكن نمسح بقى الملف ده. فهيظهر لك هنا حاجه اسمها skill.md. كل اللي عليك ان انت هتدخل على كلود تاني، وبكل بساطه تدوس هنا على كلمه اد او اضافه، وبعد كده تدوس هنا على كلمه ابلود سكيل او ان انت ترفع المهاره. كل اللي عليك ان انت ترفع له الملف اللي هو اسمه skill.md. فانا هختار الملف اهو، هدوس على كلمه skill.md وبعد كده ادوس على كلمه open. هيجي يقول لي هنا ان المهاره دي موجوده عندك، بس انت هيقول لك خلاص المهاره عندك اترفعت بكل بساطه. طب عشان تقدر ان انت تستخدمها وايه فايدتها اصلا، كل اللي عليك ان انت في الشات هتدوس هنا على كلمه سلاش وبعد كده تكتب كلمه جريل مي، فهيظهر لك هنا السكيل بالطريقه دي. انت الفكره بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها النهارده فكره بسيطه، مش عشان ان احنا نبني الموقع ده او الابلكيشن ده، احنا محتاجين بس ان احنا نشوف ايه الخطوات اللي احنا نمشيها. هقول له انا عندي فكره ان عاوز ابني منصه كويزات برمجيه زي ميني فيرجن كده من learnsimply.com. لان انا لو ما قلتلوش كده هو هيقول لي انت عندك كده كده بالفعل اتعلم ببساطه، فانت عايز تبني ليه؟ عشان هو عارفني. لكن بالنسبه لك لو انت عايز تبني اي فكره فممكن تقول له اللي هو تجنب يعني الحاجه اللي عندي. فانا دلوقتي قلت له انا عندي الفكره دي، بس انا ما اعرفش اي حاجه. فبعد كده قلت له اسالني اسئله عشان اقدر اعرف انا عاوز ايه بالظبط. ودي وظيفه جريل مي سكيل. وظيفتها ان انت بتعمل انترفيو مع الفكره بتاعتك، وبيبدا ان هو يسالك اسئله كتيره جدا فعلا ممكن ما تجيش على بالك، وبيبدا كمان ان هو يقول لك ايه الطريقه المثاليه للاجابه على السؤال ده. هنشوفها ما تقلقش. كل اللي عليا ان انا هدوس هنا انتر. طبعا انا بستخدم هنا اوبس 4.6 في الشات، بس لما اجي ان انا اكود هستخدم فيبل اللي هو يعتبر يعني احدث موديل موجود عندنا في كلود. فهنا بيقول لي بكل بساطه السؤال الاول ايه الهدف الاساسي من المنصه. هيبدا ان هو يقول لك حاجات كتيره جدا، وهيقول لك في الاخر الريكومنديشن او التوصيه بتاعته. يعني هيقول لي مثلا اعملها اداه تسويقيه في الاول، كويزات مجانيه على موضوعات زي اختبر مستواك في جافا، او هل انت جاهز في الاو بي والكلام ده كله. فانا هقول له يا ريس ماشي زي الفل،
انا هشتغل معاك، يعني انا هشتغل على التوصيه دي، بس طبعا هنا هتاخد منك شويه وقت عشان تقدر ان انت فعلا تجاوب على الاسئله بشكل صح، بس بنسبه كبيره التوصيه بتاعته هي الحاجه فعلا اللي انت بتبقى عاوزها. فانا هقول له خلاص انا مسكت كل الكلام ده واديته كوبي. قال لي تمام، دي اداه تسويقيه مجانيه، اختيار صح. السؤال الثاني هيبدا ان هو يسالني شويه اسئله، هل دي هتكون منصه ويب مستقله على سب دومين يعني اللي هي بعيدا عن اتعلم ببساطه، ولا هتبقى موجوده في اتعلم ببساطه؟ هيقول لي التوصيه بتاعته اعملها صفحات جوه learnsimply.com. هقول لك خلاص ماشي، السيو والموقع ما اعرفش ايه رايك؟ هقول له خلاص ماشي، انا هعملها صفحات جوه learnsimply.com نفسها. يعني هيبدا ان هو يسالني اسئله اكتر، بس يعني ما تتخطاش فكره الاسئله دي، لان في حاجه مهمه جدا هنعملها في الاخر اللي هي احنا نستفاد ايه اصلا من الاسئله دي. هنا بقى عمال يسالني شويه اسئله، وسالني سؤال فانا ما قريتش السؤال فقلت له تمام، فهنا بيقول لي لا تمام ايه؟ انا بسالك سؤال، انت عامل الليرن سيمبلي ده على ايه؟ ووردبريس ولا على لارب ولا نيكست جي اس ولا ايه؟ فالصراحه انا شايفها دي حاجه مميزه جدا، دي يعتبر من اهم الحاجات اللي انت المفروض تعملها مع الفكره بتاعتك. طيب بعد ما سالني الاسئله من نفسه عمل لي الام دي فايل. الام دي فايل ده بكل بساطه انا هبعته لكلود، ده فيه كل حاجه موجوده على الاداه اللي انا عايز ابنيها. طب لو هو ما عملش الام دي فايل، هتيجي تقول له بكل بساطه بناء على الاسئله اللي احنا جاوبنا عليها انا عايزك تعمل لي ملف cloud.md. دي حاجه مهمه جدا هو عملها هنا من غير ما انا اطلبها منه. فهنا فيها كل حاجه بقى، الهدف بتاعها ايه، القرارات الاساسيه ايه، كمان مثلا وليكن المحتوى، التسجيل، التوزيع، الحاجات كتيره جدا موجوده في الcloud.md. بس ده مش كفايه، بس قبل ما ندخل في الخطوه الثانيه محتاج ان انت تحمل الملف ده. فكل اللي عليك ان انت هتدخل بقى عشان تنظم الشغل، يعني بيقول لك اهم من الشغل تنظيم الشغل. فانا هدخل هنا على الديسكتوب بتاعي وادوس هنا كليك يمين، وبعد كده ادوس على كلمه نو واعمل فولدر اسميه مثلا وليكن الكويز اب بالشكل ده، وادوس هنا انتر. تمام، وهحمل الcloud.md داخل الكويز اب. فهاجي هنا على السهم ده وادوس هنا على كلمه داونلود از ام دي واختار الملف ده وادوس هنا على كلمه سيف. طيب تاني حاجه مهمه برضو في نفس الشات، هقول له انا عاوزك تعمل لي PRD فايل. ايه موضوع الPRD ده؟ الPRD ده بكل بساطه لما انت تكون شغال في شركه او حتى مش شغال في شركه يعني، بس هنا المدير او الشخص اللي هو مسؤول ان هو ياخد الحاجات من الكلاينت او من اللي هو العميل، يعني مثلا هو عايز يعمل فيتشر معينه او ميزه معينه في الويب سايت بتاعه في الابلكيشن بتاعه، فهو بياخد المتطلبات منه وبيبدا ان هو يحطها بشكل المبرمجين يقدروا ان هم يفهموه. لان لما الكلاينت يروح يتواصل مع البي ام اللي هو البرودكت مانجر، يعني يقول له انا عايز ان انا اعمل ميزه معينه، فهنا لو انت رحت قلتها لمبرمج مش هيفهم اي حاجه. فوظيفه البي ام ان هو ياخد كلام الكلاينت يحوله لكلام المبرمجين اصلا هم اللي يفهموه. فده حرفيا اللي احنا عايزين نعمله. فده ملف اسمه PRD. الPRD ده بكل بساطه ده اللي انا هبعته برده لكلود عشان يبدا ان هو يبرمج الحاجه دي. فالخطوه الاولى ان انت يكون عندك فكره، الخطوه الثانيه ان انت تروح تستخدم كلود شات وتبدا ان انت تحمل السكيل اللي اسمها جريل مي، تقول له الفكره بتاعتك، هيبدا ان هو يسالك اسئله هتفتح دماغك على حاجات كتيره جدا جدا، تبدا ان انت تعملها في ملف cloud.md وتقول له كمان انا عاوز الPRD فايل. وزي ما قلت لك برضو ان دي خطوات تمشيها بالترتيب مع اي AI انت هتستخدمه عشان تقدر تبني المشروع بتاعك او الحاجه اللي انت عاوز تعملها. فمش عشان انا بستخدم كلود بس فالمفروض ان انت تمشي الكلام ده مع كلود، لا، انت لو مشيته مع اي حد حرفيا هي الخطوات هتبقى هي ما تقلقش يعني. فلو تلاحظ ان هو عمل لي هنا الPRD، لو تلاحظ بالشكل ده عمل له هنا بشكل وورد، برضو ده انا هبعته لكلود عشان يبدا ان هو يشوف الكلام ده. فده التكنيكال، حاجات كتيره جدا اكنك حرفيا شغال في شركه يعني. تمام، حتى لو انت مش فاهم منه اي حاجه مفيش مشكله يعني. كل اللي عليك ان انت هتدوس هنا على كلمه داونلود بالشكل ده وتحمله في نفس الفولدر اللي احنا عملناه. كل اللي عليك ان انت تدوس هنا على كلمه سيف. يبقى دي الخطوه الاولى والحمد لله خلصناها، وممكن تاخد فيها وقت اكبر من كده بس انا قلت لك الفكره يعني. تمام، تاني خطوه عندنا بقى وهي السيت اب، التسطيب، البيئه اللي انت هتستخدمها. انا هستخدم هنا كلود كود، ممكن تستخدم انت كودكس، ممكن تستخدم انتي جرافيتي، استخدم اي حاجه مفيش اي مشكله، بس انا بحب الصراحه كلود كود، يعتبر هو احدث موديل يعني موجود حاليا، وانا الصراحه مستريح معاه قوي. فمش عشان يعني انا متحيز لكلود كود، بس انا بحبه وهو طلع لي شغل الصراحه مميز جدا عن اي AI انا استخدمته قبل كده. طب نحمل كلود كود ازاي؟ كل اللي عليك ان انت هتدوس هنا على تاب جديده وتكتب بس داونلود كلود كود. ما تقلقش والله الموضوع بسيط، هتختار بس اول نتيجه بحث. انا كتبت له اهو داونلود كلود كود، هتدوس هنا على اول نتيجه بحث، هيقول لك ان انت عايز تحمله في التيرمينال ولا تحمله على فيجوال ستوديو كود. طبعا لازم يكون اصلا عندك فيجوال ستوديو كود. فيجوال ستوديو كود بسيط جدا، كل اللي عليك ان انت هتدخل هنا على جوجل برضو تكتب فيجوال ستوديو كود داونلود بالشكل ده، هتختار هنا كلمه فيجوال ستوديو كود، ضغطت عليه هتشوف بقى انت ويندوز ولا ماك ولا لينكس. كل اللي عليك ان انت هتدوس هنا على كلمه ويندوز تعمل له تسطيب، خلاص انت كده عندك فيجوال ستوديو كود، مفيش اي حاجه ثانيه. وهنرجع تاني لكلود، تقدر تختار برضو اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعك اذا كنت ماك برضو ولا ويندوز. فانا هختار هنا على كلمه ويندوز، هدوس هنا على كلمه داونلود. في طريقه ثانيه والطريقه دي اللي انا بستخدمها،
الكلود ده لو انت حملته هو هيفتح لك بالشكل ده، يعني هيفتح لك هنا على الكمبيوتر بتاعك كديسكتوب، تقدر ان انت تستخدمه ككلود كود يعني. بس انا مش هستخدمه من خلال الديسكتوب بتاعي، انا هستخدمه من خلال فيجوال ستوديو كود. ازاي بقى ان انت تستخدمه؟ كل اللي عليك ان انت بعد ما حملت فيجوال ستوديو كود هتدخل هنا على الفولدر اللي احنا عملناه، فاكر اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه الام دي وفيه كمان البي ار دي. كل اللي عليك ان انت تدوس هنا كليك يمين بالشكل ده وتدوس هنا على كلمه اوبن ويز كود. طب ما فتحش معاك، انا هدوس بس على كلمه اوبن ويز كود، او ما لقيتش يعني كلمه اوبن ويز كود دي عندك، كل اللي عليك ان انت هتفتح فيجوال ستوديو كود وتدوس هنا على كلمه فايل وتدوس هنا على كلمه اوبن فولدر، مش اوبن فايل. لو ضغطت هنا على كلمه اوبن فولدر هتختار هنا الكويز اب اللي هو الفولدر كله، يعني ما تدخلش هنا وتدوس هنا على كلمه سيلكت فولدر، او ممكن عادي يعني ممكن تدوس هنا على كلمه كويز اب وتدوس هنا على كلمه سيلكت فولدر، هيفتح لي نفس الفولدر. لو تلاحظ الجزء اللي على الشمال ده فيه كل الملفات الخاصه بالمشروع، لو ضغطت عليه او دوست على كنترول بي برضه هيفتحها لك. انا هدوس على كنترول بلس عشان اقدر ان انا اعمل زوم ان او ان انا ازوم يعني. هتلاقي هنا عندك ليرن سيمبلي اللي هو البي ار دي، هتلاقي الفايل مفتوح بس هنا مش هيقدر ان هو يفتحه داخل فيجوال ستوديو كود. نفس الكلام الام دي هتلاقي عندك ده الكلام اللي احنا طلعناه من كلود شات فيه كل حاجه من دي. تمام. طيب عشان ابدا ان انا افتح كلود كود داخل فيجوال ستوديو كود اعمل ايه؟ هتلاقي في كلمه عندك هنا اسمها الاكستنشنز او علامه البازل، لو ضغطت عليها بالشكل ده هتبحث بس على كلمه كلود كود بالشكل ده. تمام. هيظهر لك اول حاجه اللي هو كلود كود فور فيجوال ستوديو كود. كل اللي عليك ان انت هتدوس هنا على كلمه انستول، انا هعمل له انستول حاليا وادوس هنا على كلمه انستول عشان يكون قدامك. ولو تلاحظ 22 مليون مره حمله اللي هو كلود كود فور فيجوال ستوديو كود. لو ضغطت هنا على كلمه انستول دلوقتي هو اتحمل عندي على فيجوال ستوديو كود. اضغط على الشات اللي فوق ده وتدوس هنا على كلمه اوبن شات، هتلاقي عندك هنا كلود كود ظهر لك بالشكل ده عادي جدا نبدا ان احنا نشتغل عليه. ليه ما استخدمتش التيرمينال؟ لان ناس كتيره ما بتحبش الشاشه السوداء اللي هي الخاصه بالسي ام دي، ولا كمان بتحب ان هي تشتغل على التيرمينال الخاص كمان بفيجوال ستوديو كود. طب ليه ما استخدمتش كلود كود اللي هو الخاص بالديسكتوب؟ هقول لك بكل بساطه مش هيفرق. استخدم اي حاجه انت مرتاح معاها، عايز تستخدم التيرمينال زي الفل، عايز تستخدم كلود كود الديسكتوب زي الفل، عايز تستخدم الاكستنشن اللي موجوده على فيجوال ستوديو كود زي الفل. ما تشتتش نفسك، ما تقولش انا لازم استخدم هنا عشان اطلع باحسن نتيجه، كلهم هيطلعوا نفس النتيجه، ما تقلقش. استخدم اللي يريحك واللي انت مرتاح معاه. فانا هيظهر لي بالشكل ده. كل اللي عليك بس ان انت هتدوس على ساين ان او ان انت تسجل دخول على كلود كود بالايميل بتاعك اللي انت مشترك فيه. هتيجي تقول لي ايه ده هو في اشتراك؟ هقول لك بكل بساطه بص عشان ايه نكون واضحين مع بعض. هو الاي اي هيطلع لك حاجات كتيره بس انت لازم تدفع عشان تقدر ان انت تطلع منه حاجه. هتيجي تقول لي طب انا عايز اعمل حاجه مجانيه، عايز ان انا اقدر يعني ابني حاجه بس ما ادفعش فلوس للاشتراكات. هقول لك في تقدر، بس هتبقى عندك محدوده جدا، يعني مش هتقدر برضو ان انت تستخدم كل حاجه انت قادر ان انت تستخدمها. فلو انت بتعمل اصلا مشروع ليك فالمشروع ده انت لازم ان انت تستثمر فيه، حتى لو هتستثمر فيه فلوس بسيطه. لو انت بتعمل مشروع لكلاينت فالفلوس كده كده الخاصه بالكلاينت هو اللي هيتكلفها، هو يعني العميل هو اللي هيتكلف الفلوس اللي انت هتدفعها في الاشتراكات والكلام ده كله. هتيجي تقول لي طب ازاي اقدر ان انا اعمل حاجه مجانيه؟ هقول لك انا الصراحه ما عنديش فكره. لو انت عندك قول لي والله انا هستخدمها، بس انا ما بحطكش والله. يعني انا عارف ممكن يكون الموضوع مكلف، بس انت برضو انت بتبني حاجه لنفسك او بتبني حاجه لكلاينت فده استثمار. فالاستثمار اللي انت هتحطه في اشتراك حتى لمده شهر ان انت تبني بس حاجه وبعد كده تشوف ان شاء الله ربنا يكرمك من خلالها، مفيش مشكله. اعتبر الاشتراك اللي انت هتدفعه في كلود او هتشترك في اي حاجه يعني اعتبرها كاستثمار، بس مجرد ان انت حرفيا خرجت مع صحابك او عملت اي حاجه، لا انت قاعد بتتعلم وبتبني. حتى لو فكره ان انت بنيت حاجه ومحدش استخدمها بس انت اتعلمت حاجات كتيره جدا، وان شاء الله مشروع ورا التاني ورا التالت هتلاقي باذن الله الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك، فده ما تقلقش منه. تمام. طيب انا استخدمت هنا كلود كود. كل اللي عليا اللي انا اختار هنا على السلاش بالشكل ده فيها كل حاجه موجوده، مش عايزين نستخدم اي حاجه دلوقتي. كل اللي عليا بس اللي انا اختار هنا على كلمه سويتش موديل عشان اخليه فيبل ده احدث اصدار. ممكن انت تستخدم اوبس 5، ممكن طبعا ما انصحكش بهاكو ولا سونيت لان هم يعني مش كويسين خالص. فكل اللي عليا اللي انا هستخدم هنا فيبل بالشكل ده. المفروض اعمل ايه؟ يبقى الخطوه الثانيه اللي احنا عملنا سيت اب لكلود كود داخل فيجوال ستوديو كود. تمام. الخطوه الثالثه بقى يا كبير ان انت تعمل بلان دي اللي هي الخطه. هتيجي تقول لي امال اللي احنا عملناه في الخطوه الاولى دي مش الخطه؟ هقول لك لا ده بس انت كنت بتعمل عصف ذهني للفكره بتاعتك. كل اللي عليك ان انت هتدوس هنا على كلمه مانوال وتغيرها لكلمه بلان بالشكل ده. بلان دي اللي هو هيرسم خطه قبل ما يكتب اكواد وقبل ما يعمل اي حاجه. عايز اقول لك فتره البناء دي بتبقى اسهل فتره عشان تبقى عارف يعني. فانا هقول له اقرا الملفات الاول، هكلمه بالعربي اللي موجوده في المشروع. هتيجي تقول لي فين الملفات دي؟ هقول لك بكل بساطه اهي اللي هو البي ار دي اللي احنا عملناه وكمان الام دي.
وادوس هنا على انتر. المفروض ان هو يروح يقرا الملفات دي، يعمل الخطه الاول، وبعد الخطه مش هقول له ان انت تبيلد، هنعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا، فخليك معايا. هيجي يقول لي دلوقتي تمام هكتب خطه تنفيذ الام في بي كامله. ايه كلمه ام في بي دي؟ عشان برضو دي كلمه مهمه هتشوفها كتير. الام في بي دي ده الفيرجن او النسخه الاوليه من المشروع بتاعك. لو انت بتبني اي مشروع حتى من غير الاي اي، انت بتخلي بس الفيتشرز او الميزات اللي فيه تكون شغاله، مالكش دعوه بالشكل دلوقتي، مالكش دعوه ان كل حاجه شغاله صح. كل اللي عليك بس ان الحاجات الاساسيه اللي موجوده في المشروع تكون شغاله. لو بتبني وليكن مشروع بياخد البي دي اف، والبي دي اف ده يحوله لصور او يحوله لملخص، الميزه الوحيده اللي فيه ان انت تديله بي دي اف يحوله لملخص. لو الحاجه دي اشتغلت خلاص، الباقي هيكون سهل جدا من حيث اليو اي، من حيث ان انت عايز تزود فيتشرز او مميزات تانية، من حيث حاجات كتيره جدا. فدي فكره الام في بي. فلو تلاحظ هنا قال لي ان انت عندك البلان، بنسبه كبيره ان انت المفروض تقرا البلان دي بشكل كويس جدا عشان تشوف لو في حاجه غلط، لو في اي حاجه مثلا وليكن مش عاجباك والكلام ده كله. فهنا حرفيا بيقول لي مثلا الحاجات دي مش عاجباني، هعلم عليها كده وادوس هنا على كلمه اد كومنت واقول له لا الكلام ده مش عاجبني. فما تستعجلش في فكره البلاننج برضو او الخطه، لازم تقرا الكلام ده بشكل كويس جدا. تمام. طيب هنا انا هقول له لا يا ريس اوتو اكسبت، يعني ايه اتوكل على الله. هنا المفروض ان هو ما يبنيش، هنا لسه بيعمل الخطه بتاعتي. وبعد الخطه هنعمل حاجه مهمه، بعد كده هخليه ان هو يعمل بيلد، وبعد البيلد لازم يكون عندنا تيست، لازم ان احنا نختبر الحاجات دي شغاله اصلا ولا لا. فهنستخدم اي اي تاني يبدا ان هو يختبر الكلام ده، وبعد كده نشوف فكره الديبلوي او ان احنا ننشر بقى الكلام ده اي يوزر يقدر ان هو يستخدمه. وفي تفاصيل كتيره برضو، انا عارف ان الكورس ده ممكن يكون طويل، بس انا حبيت ان انا اعمل حاجه فعلا اللي هي تفيدك تقدر تستخدمها في اي وقت. طيب هو لو تلاحظ هو ضاف لي الملف اللي هو اسمه implementation plan. implementation دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيبدا بقى يشوف الكلام ده عشان يقدر ان هو يبني او يكتب الاكواد. فدي معنى كلمه implementation. فهتلاقي الخطه عندك بالشكل ده بعد طبعا ما انت المفروض ان انت تكون راجعتها ووافقت عليها وتشوف هل كل حاجه زي ما انت عاوز ولا لا. طيب ايه الخطوه الثانيه؟ هندخل بعد كده على الموقع ده. هسيب لك طبعا كل حاجه تحت في نوشن، ما تقلقش. الموقع ده فيه اكتر من 10000 مهاره موجوده عندنا في كلود، بس طبعا انت مش هتقدر ان انت تدور على المهارات اللي انت محتاجها. فعندنا مهاره تانية اصلا هنا اسمها فايند سكيلز. فايند سكيلز دي بكل بساطه بتدور في الموقع ده على المهارات اللي انت محتاجها عشان تبني الحاجه اللي انت عاوزها. لو عايز تبني ابلكيشن فبتدور على افضل المهارات عشان تقدر ان انت تبني الابلكيشن. لو عايز تبني موقع، لو عايز تبني لعبه، لو عايز تبني سيستم، لو عايز تبني اي حاجه زي ما انت عاوز. طب عشان تحملها كل اللي عليك ان انت هتدوس هنا على كلمه كوبي بالشكل ده، وتروح لكلود، تفتح كلود. حتى لو هتفتح سيشن جديده مفيش اي مشكله، لان ده ميزه الحاجات اللي احنا عملناها. لو تلاحظ ان احنا عملنا هنا الامبلمنتيشن، عملنا هنا اللي هو البي ار دي، عملنا هنا الام دي، كل حاجه موجوده. فمش عشان انا قفلت السيشن فده خلاص كل حاجه باظت لازم ابداها من الاول، لا، انا مسيف كل حاجه موجوده عندي في الفولدر. فانا ادوس هنا كنترول في، هقول له المفروض ان انت تحمل ده، فاقول له انا عايزك انك تحمل المهاره دي. فانا لما اخدتها كوبي هروح لكلود، انا مش هعمل اي حاجه، اقول له انا عايزك ان انت تحمل المهاره دي. هيبدا ان هو يحملها. لو تلاحظ قال لي تم تحميل المهاره بنجاح، وعمل لي هنا الايجنتس اللي هو السكيل دوت ام دي فيها المهاره اللي اسمها فايند سكيلز. نفس الكلام هنا كلود عمل لي برده سكيل دوت ام دي اللي هي فيها المهاره اللي اسمها فايند سكيلز. هقول له بقى، قلت له انا عاوزك تقرا ملفات المشروع، يعني روح اقراها تاني، وعاوزك ان انت تستخدم المهاره اللي اسمها فايند سكيل عشان تشوف افضل المهارات اللي اقدر ان انا استخدمها في بناء المشروع ده. هيبدا ان هو، انا هقول له كده اتفضل، المفروض ان هو يروح يستخدم الفايند سكيل عشان يشوف المهارات اللي هو محتاجها عشان يبني المشروع اللي انا عاوزه. قال لي بص الانسب للمشروع دلوقتي اللي هي مرحله بناء الام في بي زي ما اتفقنا. قال لي انا عندي الفرونت اند ديزاين، عندي الويب ديزاين، عندي ايه تاني؟ هم مهارتين بس اللي جابهم ولا ايه؟ ادي مهاره 2 3، جاب المهاره دي برضو مفيده للمراحل الجايه بعد الاطلاق. بحثت فيها ومش مستاهله، مهارات الكويزات كلها تثبيتات قليله اقل من 600، يعني ناس كتيره ما حملتهاش. قال لي توصيتي ان انت تثبت رقم 1 و2 دلوقتي قبل ما تبدا ان انت تبني. هقول له ماشي، ثبت رقم 1 و2. هل بقى انت شفتني دلوقتي كتبت اكواد؟ ما انا لسه لحد دلوقتي ولا قلت له ابني ولا تكتب اكواد ولا ليا دعوه بالاكواد اصلا. دلوقتي اللي انت بتعمله ده مش لازم كلود هو اللي يبنيه، انت ممكن بعد ما تخلص ده كله تروح لكودكس تقول له ابني لي الكلام ده. بس انت بقى مش هتروح تكلمه بقى وتساله وتقول له انا عايز ايه ومش عاوز ايه، انت عملت حرفيا كل حاجه. قال لي خلاص المهارتين اتثبتوا اللي هي الفرونت اند ديزاين. بص لو تلاحظ دخلت هنا هتلاقي الفايند سكيلز، هتلاقي الفرونت اند ديزاين، هتلاقي الويب ديزاين. دي كلها مهارات نقدر بقى ان احنا من خلالها نبني المشروع بتاعنا ونوصله لمرحله الام في بي. ممكن اقفل اللي هي العلامه دي بالشكل ده، او ادوس هنا على علامه الكلود وهيفتح لي هنا شات جديد عادي جدا. ما عنديش اي مشكله ان انا افتح شات جديد لان كده كده كل حاجه موجوده هنا هيقدر ان هو يشوفها. قلت له اقرا ملفات المشروع وابدا ابني مرحله الام في بي واستخدم المهارات اللي موجوده، وادوس انتر. ما كملش هنا 10 دقايق قال لي الام في بي بتاعك جاهز،
اللي هي النسخه الاوليه يعني اللي اتعمل ان انا بنيت جافا بيجنر كويز دوت اتش تي ام ال. هتلاقي الاكواد بتاعتك موجوده هنا. لو انت دخلت على الفولدر بقى اللي احنا عملناه هتلاحظ احنا كنا عاملينه حرفيا فاضي بقى مليان بده كله. لو ضغطت على الجزئيه دي هتلاقي الموقع اللي هو عمله ده اللي هو ابدا الكويز. ممكن اختار اي حاجه كده بشكل سريع، هتلاقي فيه الاكواد والكلام ده كله. اختار دي مثلا هنا. قال لي 2 من 10 لسه في البدايه، وده طبيعي، كل مبرمج محتاج ان انت تشوف الكورس. وبعد هنا مراجعه اجاباتك، جاب لي كل الكلام ده. ولو انا عاوز اعيد او اجرب تاني هبدا ان انا اجرب. ده الام في بي، ده النسخه الاوليه من المشروع بتاعنا. مثلا انت بقى في حاجات مش عاجباك، التصميم نفسه مش عاجبك، اي حاجه من الكلام ده كله، هتروح برضه تقول له والله انا عاوز اعدل 1 2 3، لا الكلام ده مش مناسب. حتى لو تلاحظ هو اصلا لما جه بنى الكلام ده انا ما قلتلوش ايه الاسئله اللي انت المفروض تحطها، انا قلت له بس ان هي تبقى اسئله عباره عن جافا فيها شويه اختيارات والكلام ده كله، ما قلتلوش ايه نوع الاسئله نفسه. فهتبدا بقى ان انت تدخل معاه في لوب اللي هي مرحله البناء. الحاجات دي مش عاجباني عاوزك ان انت تعدلها، لا الحاجات دي عاجباني عاوزك ان انت تكررها، وهكذا لحد ما توصل للنسخه اللي انت فعلا عاوزها. قبل برضو ما توصل للنسخه اللي انت عاوزها محتاج ان انت تتست المشروع بتاعك. انا بستخدم تيست سبرايت عشان اقدر ان انا اختبر اي حاجه انا ببنيها من المواقع مش الابلكيشن، لان هو مش شغال مع الابلكيشن، هو شغال مع المواقع. فهستخدم تيست سبرايت ازاي؟ كل اللي عليك برضو هتدخل على جوجل. تيست سبرايت ده بشكل مجاني يعني مش بفلوس، ممكن ان انت تشترك فيه عشان يديك شويه كريدتس، وممكن ان انت تعمل كذا ايميل برضو عشان تبدا ان انت تستخدمه. فكل اللي عليك ان انت تدخل على تيست سبرايت. برضو ما تقلقش، هسيب لك كل حاجه تحت في الديسكربشن، وانا هنا في النسخه المجانيه وفاضل لي 96 كريدت. كل اللي عليك ان انت تدوس هنا على كلمه كرييت تيست. انت عندك هنا هل المشروع بتاعك ده موجود على الانترنت؟ والله لو موجود على الانترنت خلاص، كل اللي عليك ان انت تدوس هنا على كلمه لايف ويب اب بالشكل ده، وتدوس هنا على كلمه كونتينيو. كل اللي عليك ان انت بس هتكتب اسم التيست. ولو تلاحظ قال لك هنا ابلود بي ار دي، فاكر البي ار دي اللي احنا عملناه اللي هي الحاجات الخاصه بالمشروع، هترفع له الفايل بتاعه. بس لو تلاحظ اصلا المشروع بتاعي اصلا مش موجود على الانترنت دلوقتي، فعشان اقدر ان انا كاري التيست هدوس هنا على كلمه كرييت تيست، وادوس هنا على كلمه ايجنت سي ال اي، وادوس هنا على كلمه كونتينيو بالشكل ده. هيقول لي اول حاجه كاريت اي بي اي كي، هدوس هنا على كلمه كرييت ا كي، واضغط هنا على كلمه نو اي بي اي كي، واقول له وليكن جافا مثلا او اسمي اي اسم يعني، وادوس هنا على كلمه كرييت. المفروض ان هو يجيب لي الاي بي اي ده، يعني ما ينفعش ان انت توريه لحد. فكل اللي عليك ان انت تدوس على كلمه كوبي واحفظه في اي حته، زي مثلا انا هحفظه في نوشن دلوقتي مثلا، وادوس هنا على كلمه كلوز وارجع تاني. هيقول لي انستول ذا سي ال اي. كل اللي عليك ان انت تاخد الامر ده حرفيا بالشكل ده اهو، انا اخدته امر. وهروح هنا على فيجوال ستوديو كود، افتح التيرمينال بتاعي بالشكل ده، وادوس هنا على كنترول في وادوس انتر. فالمفروض ان هو يحمل تيست سبرايت داخل المشروع بتاعي. فقال لي يا ريس خلاص ماشي اتحمل. اعمل ايه تاني؟ خد الامر التاني ده كوبي بالشكل ده، ارجع على فيجوال ستوديو كود، دوس كنترول في، دوس انتر. المفروض ان هو يعمل السيت اب الخاص بتست سبرايت داخل المشروع، بس هيطلب منك الاي بي اي كي، فهتاخده اللي انت حفظته وتدوس هنا كنترول في وتدوس هنا انتر. فقال لي خلاص كده زي الفل. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هتروح برضو لتست سبرايت، هيقول لك خلي الكودينج ايجنت اللي انت بتستخدمه اديله الامر ده. فكل اللي عليك ان انت هتدوس على كوبي بالشكل ده وتروح لكلود، لان ده الكود اللي انا بستخدمه اللي هو الايجنت يعني اللي انا بستخدمه. اقول له ريس يوز تيست سبرايت سي ال اي تو تيست this project and fix what fails. فهدوس انتر. فالمفروض دلوقتي ان هو يشوف كل الاخطاء اللي المفروض ان هي كانت تظهر يعني في الموقع، ومفروض ان هو يعمل اختبار كامل على الموقع بتاعي دلوقتي ويصلح الاخطاء اللي هتظهر. ولو انا دخلت على تيست سبرايت دلوقتي بس كمان شويه يعني، هتلاقي هنا في كلمه هوم بالشكل ده اللي هي دي كل الاختبارات يعني اللي انا عملتها. فهتلاقي في اختبار جديد اللي هو الخاص بجافا اللي احنا بنعمله دلوقتي اتضاف هنا، وهيعمل كل الاختبارات وهوريها لك دلوقتي. فبص لو تلاحظ ضاف فعلا جافا بيجنر كويز بالشكل ده. ولو دخلت هنا على فيجوال ستوديو كود ودخلت هنا على الفولدرات اللي عندي يعني، هتلاقي هنا كلمه اسمها تيست سبرايت بلانز بالشكل ده. لو ضغطت عليها هتلاقي دي كل الاختبارات اللي المفروض ان هو يختبرها على المشروع بتاعي، زي مثلا وليكن لاندنج سكرين، فيرست كويشن، الكود بلوك، وحاجات كتيره جدا. 8 اختبارات المفروض ان هم برضو يروحوا يتضافوا عندي على الموقع اللي هو الخاص بتيست سبرايت. فلو رجعت تاني كده هتلاقي المفروض ان الاختبارات تظهر دلوقتي، بس هو لسه ما خلصش بس. فلو تلاحظ ظهر عندي اهو كل الاختبارات اللي المفروض تظهر على الموقع بتاعي. عندي هنا كلمه اسمها ان بروجريس بالشكل ده، لو ضغطت عليه هتلاقي ان هو هيظهر لي هنا الشاشه الخاصه بالموقع بس كمان شويه يعني، يشوف الموقع فعلا شغال ولا لا وايه الاختبارات اللي هو هيعملها. لو تلاحظ الاختبارات ظهرت بالشكل ده، لو ضغطت على اي اختبار منهم زي الاختبار الاول هتلاقي ان في فيديو المفروض ان هو يدخل على الموقع ده. تيست سبرايت بيستخدم الموقع وبيشوف هل كل حاجه شغاله ولا لا في الفيديو ده. وكمان عندي هنا النتيجه بتاعت الاختبار ان كل حاجه نجحت ومفيش اي اخطاء ظهرت. لو ضغطت هنا بقى على كلمه تيست ريبورت بالشكل ده
هيجيب لك هنا تقرير على الاختبار بتاعك، فهيقول لك ان انا عملت 3 اختبارات وال3 نجحوا، وقال لي كمان ملخص الاختبار بتاعك بالشكل ده. وكمان عندك هنا ان انت تقدر تحمل اصلا الاختبار ده كله بالتفاصيل بتاعته، فلو ضغطت على الكلمة دي هتلاقي ان هو يفتح لك بالشكل ده اهو. هيقول لك تقدر ان انت تحمله، بس انا عايز اشوفه. هيقول لي النهارده 11 اوجست، وعمل لي هنا التستنج ريبورت بالشكل ده، في كل حاجه موجوده عندي في التست، ولو في كانت حاجات فشلت كان هيخلي كلود كود يبدا ان هو يصلحها. فلو رجعت لكلود كود قال لي اهو النتيجه النهائيه، ال3 اختبارات موجودين هو اللي عملهم، وكان لو كان في اخطاء يعني حصلت كان المفروض ان هو يصلح الاخطاء دي. طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ اول حاجه كان عندنا الفكره، بدانا ان احنا نروح نكلم كلود شات عشان نبدا ان احنا نهندل الفكره دي او نعرف عنها اكتر، وبعد كده عملنا الملف اللي هو الام دي والبي ار تي، ورحت لكلود عمل بلاننج للملفات دي عشان يبدا ان هو يعمل خطه التنفيذ اللي هي الام في بي. وبعد كده قلت له خلاص اقرا كل الملفات دي وابدا ان انت ابني لي النسخه الاوليه. بعد ما بناها المفروض برضو ان انت تقعد فيها فتره اطول عشان تقدر ان انت تشوف هل كل حاجه مظبوطه زي ما انت عاوز ولا لا. بس بعد ما خلصت كل الكلام ده بدات ان انا اعمل تيست باستخدام تيست سبرايت على الموقع بتاعي. طيب بالنسبه بقى لاخر حاجه الا وهي الديبلويمنت، او ان انت تنشر الموقع ده عشان اي حد يقدر ان هو يستخدم الموقع بتاعك. فانت لو بصيت على الاقتراحات الموجوده هتلاقي ان هي كلها مدفوعه في شركات استضافه كتيره جدا، المفروض ان انت تدفع يعني اشتراك سنوي عشان تقدر ان انت تخلي الموقع بتاعك اللي هو اي حد او اي مستخدم يقدر ان هو يستخدمه. لو انصحك بشركه فانصحك بشركه هوستنجر، هي مش سبونسر ولا حاجه، بس الشركه دي انا بستخدمها وناس كتيره جدا بتستخدمها وتعلم ببساطه موجوده على هوستنجر. اي مشروع بعمله للكلاينت بستضيفه على هوستنجر، الصراحه مميزه جدا و24 ساعه خدمه. هي مش سبونسر بقولها لك تاني، ومش هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن عشان يعني ايه اكد لك ان هي مش سبونسر يعني، بس ده في حاله ان انت عاوز تستضيف الموقع بتاعك. طب في حاله ان انت مش هتدفع هتعمل ايه؟ كل اللي عليك تقدر ان انت تستضيفه على جيت هاب. هتيجي تقول لي ايه موضوع جيت هاب ده؟ هقول لك بكل بساطه اخر حاجه خلاص هنتكلم عليها. كل اللي عليك ان انت هتدخل على جوجل بتكتب كلمه جيت هاب. ايه موضوع جيت هاب ده؟ موضوع جيت هاب ده بكل بساطه اي مبرمج عايز يحتفظ بالمشاريع بتاعته والاكواد بتاعته، وكمان يخلي مبرمجين تانيين يشتغلوا على نفس المشروع بتاعه. فاحنا محتاجين ان احنا نحط الكلام ده على موقع، فبنحطه على موقع جيت هاب عشان طبعا لما بتيجي تعمل مشروع، المشروع ده بيبقى محتفظ على الكمبيوتر بتاعك، ودي حاجه مضره جدا. افرض لا قدر الله الكمبيوتر بتاعك حصل له حاجه، افرض يا عم انت هتشتغل على اللابتوب بتاعك بدل الكمبيوتر وانت مسافر، فهتوصل للاكواد دي ازاي؟ مش اكيد مش هتحطها بقى في فلاشه. كل اللي عليك ان انت بترفعها على جيت هاب. فاحنا اول حاجه المفروض نرفع المشروع بتاعنا ده على جيت هاب. انت ما بتعرفش ترفعه على جيت هاب عادي جدا، انا اروح اكلم كلود هقول له يا عم كلود بعد اذنك انا عاوز ارفع المشروع بتاعي على جيت هاب. حلو، فانا اول حاجه هقول لكلود ارفع لي المشروع بتاعي على جيت هاب، مع انها سهله جدا وبسيطه يعني، بس برضو عشان الكورس ده ما يكونش دسم قوي يعني. فالمفروض ان انت تدخل على جيت هاب تعمل ساين ان. قال لي اول حاجه جيت هاب سي ال اي مش متسطب عندك، هل انت عاوز تسطبه؟ لو انت قلت له خلاص سطبه لي ماشي. لو انت قلت له انا عايز اعمل ريبو ده اللي هو الصندوق يعني اللي احنا هنحط فيه الاكواد، هقول له لا انا هعمل الصندوق بنفسي وابعت لك اللينك بتاعه. تعمل الصندوق بنفسك ازاي؟ كل اللي عليك ان انت بعد ما عملت الايميل بتاعك هتدوس هنا على اللي هو الايكون بتاعتك، وتدوس هنا على كلمه ريبو بالشكل ده، وتدوس هنا على كلمه نو اللي هي جديد. لو ضغطت عليها هتختار اسم الريبو بتاعتك، فانا ممكن اسميها وليكن كويز اب بالشكل ده، ممكن تسميها اي اسم يعني. مش عايز ديسكريبشن ولا عايز اي حاجه، كل اللي عليك يا ريس ان انا ادوس هنا على كلمه كرييت ريبو وتاخد اللينك بتاعها بالظبط مش اكتر. قول له يا ريس انا هعملها بنفسي وابعت لك الرابط بتاعها. هخليها برايفت ولا بابليك؟ برايفت يعني مش اي حد هيقدر ان هو يوصل للاكواد بتاعتك، فممكن نخليها برايفت. وادوس هنا على كلمه سبميت انسرز، واديله هنا اللي هو لينك الريبو بتاعي، المفروض ان هو يسالني عليها دلوقتي يعني. فاقول له اهو ده لينك الريبو. فلو تلاحظ ان انا لو دخلت تاني على جيت هاب بالريبو دي هتلاحظ ان هي شكلها غريب جدا، بس كمان دقيقه بس لو عملت ريفرش المفروض ان هو يظهر عليها الاكواد بعد ما هو يربط اللي هو المشروع بتاعي ده على جيت هاب. فبص لو تلاحظ ما كملش دقيقه فيها كل الاكواد اللي انت عملتها. طبعا دي حاجه مميزه جدا. حتى لو تلاحظ احمد وكلود هما الاثنين شغالين مع بعض اهو. تمام. طبعا انت لو دخلت هنا مثلا يكون على جافا الجزئيه دي هتلاقي فيها الاكواد والكلام ده كله، فيها كل حاجه، واي تعديل هتعمله هيتسيف هنا برضو عندك. تمام. طب نعمل ايه بعد كده؟ تدوس هنا على كلمه سيتنج وانت في الريبو يعني، تدوس هنا على كلمه سيتنج، وبعد كده تحت على الشمال تدوس هنا على كلمه بيجز او الصفحات. لو ضغطت عليها بعد كده هتلاقي كلمه برانش او الفرع. لو ضغطت هنا على كلمه نون هتدوس هنا على كلمه مين وتدوس هنا على كلمه سيف. هتصبر بس دقيقتين وتعمل ريفريش هتلاقي كلمه يور سايت از لايف. لو ضغطت على اللينك ده
هيدخلني هنا على الموقع بتاعك. بس في هنا ملاحظه ان الموقع بتاعك لازم يكون ستاتيك، لازم يكون ثابت، ما يكونش فيه داتابيز، ما يكونش فيه سيرفر، ما يكونش فيه باك اند، عشان تقدر ان انت ترفعه على استضافه الجيت هاب. فلو الموقع بتاعك HTML و CSS وجافا سكريبت وفيه شويه حاجات، ما فيهوش باك اند وما فيهوش داتابيز وما فيهوش الكلام ده كله، تقدر ان انت ترفعه. لو الموقع بقى بتاعك فيه تفاصيل من دي كتير، فلازم ان انت تروح تشترك في استضافه عشان تقدر ان انت تخلي اليوزرز او المستخدمين يستخدموا الموقع بتاعك. فبس كده يا كبير، حاولت على قد ما اقدر ان انا الم كل حاجه كده في كراش كورس، وان شاء الله نقدر ان احنا نعمل بعد الخطوه دي كورسات اكتر تكون متقدمه، بس ده يكون يعني وليكن المستوى الاول. وبعد كده المستوى الثاني بقى ازاي نعمل فعلا موقع يكون فيه اوثنتيكيشن، تسجيل دخول، يكون فيه بيمنت اللي هو المستخدم فعلا يدفع فلوس حقيقيه، يكون فيه داتابيز، يكون فيه حاجات كتيره جدا. بس هنخلي ده المستوى الاول، وان شاء الله ممكن ان احنا نعمل فيديو تاني يكون بقى فيه تفاصيل متقدمه اكتر. فبس كده، يا رب يكون الكورس ده مفيد بالنسبه لك، وما كنتش ان انا طولت عليك، وتكون فعلا ان انت استفدت منه. انا حرفيا بقالي 3 ساعات بصور، بس عادي جدا يعني، انا بحب الشرح وبحب التصوير وبحب الحاجات دي، مفيش اي مشكله. لو انت فعلا استفدت خلاص اعتبرني انا حرفيا قعدت 10 دقايق اصور وخلاص كده، انا بالنسبه لي زي الفل ومرضي. فبس كده، ما تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنت، وبرده قول لي اقتراحات حابب ان احنا نبني ايه مع بعض، نبدا ان احنا نبنيه. ما يكونش يعني موقع بسيط وكده، لا، ممكن تكون حاجه متقدمه، بس طبعا لازم تكون متفرج على الفيديو ده الاول عشان تقدر ان انت تدخل في حاجه تانية. وهسيب لك صفحه نوشن تحت في الديسكريبشن فيها كل التفاصيل وكل اللينكات وكل حاجه بشكل منظم، عشان تقدر ان انت تمشي معايا خطوه خطوه في الكورس ده. وبس كده، شكرا جدا ليك، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية جديده. يلا، سلام عليكم.